السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. ويا رب أشوفكم من المقبولين في الكلية العسكرية حربية وشرطة بإذن الله، وكل اللي نفسه في حاجة يحققها إن شاء الله. طبعا أنا بقالي فترة بعيد عن السوشيال ميديا عموما وبعيد عن اليوتيوب أصلا. تمام. ولكن مش هينفع إن أنا أتأخر معاكم في أي حاجة، وأنتوا عارفين كده كويس. وعارف طبعا إن الأغلبية داخلة الاختبارات أو حابة تقدم ومش عارفة تقدم إزاي أو تاخد الخطوة إزاي. بس أنا فعلا الفترة اللي فاتت دي كنت مشغول شوية طبعا. ولكن انا شفت كميه اسئله كتير، فانا طبعا مش هرد على الاسئله دلوقتي لان اغلبيه الاسئله بتجيلي انا هجهز ايه الفتره دي او انا هعمل ايه الفتره ديت، وانا خلاص التقديم بتاعي قدامه حوالي اقل من شهر اهو. لان احنا خلاص كده داخلين على 1/7. ان شاء الله لما هينزل الاعلان. الموضوع بتاع النهارده هيتكلم عن الاعلان هينزل امتى، ايه الاوراق اللي انا جاهزها الفتره دي. تمام. لو في اي حاجه مهمه ممكن تبلغني بيها، فده كله انا هبلغك بيه دلوقتي. تمام. اول حاجه يا حبيبي، الاعلان هينزل امتى؟ ان شاء الله الاعلان هينزل من 20/7 ل 1/8. يعني بنسبة كبيرة من أول نص سبعة. تمام، يعني من أول 15/7 لغاية آخر الشهر الإعلان هينزل. حلو. هل الإعلان بينزل لحاله وشرطة لحاله وحربية لحاله؟ لا، هما الاتنين يا حبيبي بينزل في نفس اليوم. تمام، أو بين ده وبين ده 1 يوم أو 2 يوم، يعني مش كتير. تمام، فأنت بمعنى صح هتقدر تقدم حربية وتقدر تقدم شرطة. حلو. فدلوقتي الإعلان نزل، هتقدم إزاي؟ ده هشرحه لك في الفيديو لحاله. تمام، وهقول لك ايه شروط التقديم، وهقول لك برضو التخصصات المطلوبه سواء للبنات او الولاد بعد الكليه. تمام. دلوقتي انا هتكلم بصفه عامه الموضوع ده عن الثانويه العامه وعن الخارجين سواء محاربين اللي هي كليه حربيه او متخصصين اكاديميه الشرطه. تمام. فدلوقتي انا بتكلم بصفه عامه ايه الحاجات اللي انت تجهزها الفتره دي. تمام، سواء حربيه او شرطه، سواء ثانويه عامه او متخصصين. ماشي يا رجاله. اول حاجه هتجهزها طبعا، وده لازم انك انت تكون طبعا مستعد لها، اللياقه البدنيه. طبعا كلنا عارفين ان اللياقه البدنيه طبعا مش حاجه سهله، وان في ضغط وفي عجله وفي سباحه وفي جري وفي قفز الثقه، ففي حاجات كتير. تمام. فانت كطالب او كطالبه لازم تكون ملمه بالحاجات دي كلها، ولازم تكون ملم يا صاحبي بالحاجات دي كلها. لازم تكون جاهز لاختبارات كليه الشرطه، ولازم تكون جاهز للكشف الطبي. تمام، لازم تكون مستعد للضغط، مستعد للعجله، مستعد للجري 100 متر، مستعد للجري ضاحيه 1100 1200 متر او 1100 متر. تمام. فالحاجات دي كلها والبطن والحاجات دي كلها لازم تكون انت مستعد له، الوثب الطويل والحاجات دي كلها. تمام يا رجاله. فالحاجات ديت طبعا اول حاجه لازم تجهزها اللي هي اللياقه البدنيه بتاعتك، ودي حاجه اكيده يعني حاجه اساسيه 100%، لازم انت تكون اصلا موفرها. حلو. تمام. طيب النقطه الثانيه واللي هي مهمه برضو ولازم نخلي بالنا منها، ولازم ان احنا نجهزها يعني بمعنى اصح. دي يعتبر اصلا الموضوع بتاعنا، ده اللي هو الموضوع بتاعنا اللي هو القيد العائلي. اغلبيه المشاكل اللي بتواجه الناس هي تجهيز القيد العائلي. تمام. انا في الفيديو ده مش هقول لك هتجهز ازاي القيد العائلي، انا هقول لك بس الاوراق المطلوبه للقيد العائلي. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتكلم عن ازاي استخرج القيد العائلي. تمام، او ايه المشاكل اللي ممكن تواجهني وانا بستخرج القيد العائلي واحل المشاكل دي ازاي. بص يا حبيبي، اول حاجه قيد عائلي، انت بتعمل 3 قيود عائليه. بتعمل 3 قيود عائليه. اول قيد عائلي ده بيبقى لوالدك. تمام. لوالدك. القيد العائلي الثاني بيبقى للجد من ناحيه الاب. القيد العائلي الثالث بيبقى للجد من ناحيه الام. تمام يا حبيبي. ده ال3 قيود عائليه. حلو. تمام. طيب القيد العائلي من ناحيه الاب اجهز له ايه بالظبط؟ بص يا حبيبي، القيد العائلي من ناحيه الاب هتجيب جسيمه الزواج بتاعت الوالد والوالده. تمام. صورة البطاقة بتاعت الوالد والوالدة. تمام. صور بطايق اخواتك او شهادات الميلاد لو قصر السن يعني عنده لسه ما طلعش بطاقة بمعنى اصح. تمام. من ضمنهم انت هتجهز لك ايه؟ صورة البطاقة بتاعتك. تمام يا رجالة. ده القطع عائلي للوالد. تمام. تمام. الحاجة التانية القطع عائلي للجد من ناحية الاب. هتجيب جسيمة الزواج بتاعت جدك وستك. تمام. وهتجيب شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة أو صورة البطاقة بتاعت حد بتاعهم هما الاتنين، يعني جدك وستك تجيب طبعا إيه؟ شهادة الميلاد بتاعتهم أو شهادة الوفاة أو صورة البطاقة أي حاجة فيهم. ماشي. وهتجيب صور بطايق عمامك وعماتك. تمام. طب لو حد متوفي هتجيب شهادة الوفاة بتاعته. تمام. تمام. كده عائلي للجد من ناحية الأم. هتجهز له إيه يا حبيبي؟ بقول لك أنا هتجهز له إيه. أول حاجة هتجهز له برضه نفس الجد من ناحية الأب ونفس الوالد. هتجيب جسيمة الزواج بتاعت الجدين، وهتجيب صور البطايق بتاعت الجدين برضه، وهتجيب صور بطايق أو شهادات الميلاد أو شهادات الوفاة للأعمام للأخوال والخالات. تمام يا حبايبي. ده الحاجات المهمة اللي أنت لازم تكون مجهزها الفترة دي بس. ده أهم حاجة. ليه بقى يا رجالة؟
القطاع العائلي كلنا عارفين ان هو بياخد وقت، وان هو مش سهل يعني زي ما انت متخيل. يعني القطاع العائلي مش سهل استخراجه زي ما انت متخيل. هتقابلك مشاكل كتير تمام في استخراج القطاع العائلي. انا طبعا المشاكل دي كلها انا مريت بيها شخصيا، فهتلاقيني موجود معاك. اي مشكله هتواجهك في تجهيز الورق او تجهيز القطاع العائلي، انا هتلاقيني موجود معاك وهقول لك على حل واثنين وثلاثه واربعه. مش هسيبك كده الا لما الاقيك ان شاء الله دخلت الهيئه، سواء شرطه او حربيه باذن الله. وانت نصيبك بقى في الحاجه دي، يعني ربنا اراد انك انت تقبل او ما تقبلش. فان شاء الله ربنا يعني دي حاجه بتاعت ربنا، وان شاء الله ربنا يفرح الكل باذن الله. تمام. ده الفيديو الجزء الاول، الحاجات اللي انت تجهزها الفتره دي. الفيديو الثاني ان شاء الله اللي هو بعد ده على طول برضو هتكلم فيه عن الجزء الثاني من الحاجات المهمه اللي لازم تجهزها برضو، وده يعتبر فيديو مهم جدا 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 جدا. تمام. الحاجات اللي انا قلتها دي ده فيديو مهم جدا. الفيديو الثاني اللي انا هجهزه لك دلوقتي وان انا هنزله برضو بعد الفيديو ده ان شاء الله، بص مهم للغايه بمعنى اصح، عشان ما توقعش نفسك في مشاكل. واغلبيه الفيديو الثاني هيتكلم عن الكشف الطبي، المشاكل اللي بتواجه الناس في الكشف الطبي، والحاجات اللي لازم تجهزها من دلوقتي وتعالج المشاكل دي. تمام. عشان تبقى مستعد ان شاء الله للكشف الطبي. تمام يا رجاله. يبقى انا اتكلمت النهارده عن الكدة العائلي، ازاي استخرج الكدة العائلي، وميعاد تقديم ميعاد التقديم ان شاء الله الخاص بكليه الشرطه والكليه الحربيه. تمام ان شاء الله. زي ما قلت لكم يا رجاله هنزل الفيديو الثاني. تمام. المشاكل برضو اللي هتواجهني في الكشف الطبي وازاي اعالج المشاكل دي، والحاجات اللي انا جاهزها برضو في الفتره اللي انا فيها دي عشان ادخل الكشف الطبي وانا مطمن. تمام يا حبايبي. ده الفيديو بتاع النهارده. طبعا بعتذر على التاخير، وبعتذر ان انا طولت طبعا عليكم في الفيديو. بس انا لازم ان انا لازم اصحابي ولازم اخواتي دول طبعا يكونوا احسن حاجه، وكل واحد يحقق اللي نفسه فيه. بس انا مش هينفع ان انا اسيبك كده، يعني لازم كده اخليك ايه خلاص كده وصلت للي انت عايزه ان شاء الله. تمام يا رجاله. حاجه تاني طبعا، حاجه اخيره. في ناس كتير بتعرفني وفي ناس كتير ما تعرفنيش، فلو انت طبعا يعني لسه اول مره تتفرج عليا، تمام، يعني انا بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات، يعني محتاج منك اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله هكون معاكم الفتره دي اول باول، خاص بالتقديمات طبعا، شرطه وحربيه. تمام. محاربين. وبرضه هشرح لك الفيديو تاني ايه الفرق بين المحاربين وايه الفرق بين الحربيه، وايه الفرق بين المحاربين المتخصصين، برضه هشرح لك الفرق ما بينهم. تمام. واكاديميه الشرطه ايه الفرق ما بينهم وما بين برضه حربيه. بص في حاجات كتير وفي اسئله كتير بتجيلي. انا كل حاجه هرتبها لك وكل حاجه هجهزها لك ان شاء الله، بس كل حاجه لها وقتها. تمام. وطبعا زي ما بلغتك ان الفيديو ده يعتبر فيديو مهم جدا، وده اول فيديو انزله بعد فتره طويله. عشان كده بدات لك بالحاجات المهمه اللي انت تجهزها الفتره دي. الفيديو اللي جاي يا رجاله زي ما بلغتكم ان انا هزود لكم الجزء الثاني من الحاجات المهمه اللي انت لازم تجهزها الفتره دي ان شاء الله. تمام. لازم تجهزها، لو في اي مشكله عندك لازم تعالجها. تمام يا رجاله. اشوف وشكم بخير ان شاء الله. لو عندك اي سؤال عندك اي استفسار سيبه في الكومنت، وانا تحت امرك يا حبيبي في اي وقت. توفيق ليكم ان شاء الله. اخوكم طارق البدري.